السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا فتن بصحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات روتين كده، غسيل بقى وبلبطة ايه ما اقولكوش. النهارده قررت ان انا اغسل في الغسالة النص. لقيت المية عندي حلوة، فقلت ايه والله لشغل الغسالة النص لاني انا بحب اغسل فيها. بس انا موضوع الميه هو اللي بيخليني اغسل في الغساله الاوتوماتيك على طول. يعني انا كانت الفكره عندي ان انا مثلا الغساله الاوتوماتيك خداها للشتاء، اغسل فيها في الشتاء، والغساله النص اغسل فيها في الصيف، لان الصيف الجو حر بقى ومش بتفرق معانا حوار ايه، حوار الميه ان احنا الهدوم بتاعتنا تتبل والكلام ده كله. بس طبعا الميه لما بتقطع كتير ف ما بعرفش اشغل الغساله النص خالص، يعني لان هي الغساله النص بتاخد تفاصيل، يعني بتبقى عايزه تفاصيل، عايزه تاخدي لو الميه بتاعتها اللي فيها اللي انت بتغسلي بيها، يعني لقيتها مثلا اللون بتاعها اتغير وكده، بتحتاج ان انت تغيريها، بتحتاج ان انت كل حطيتها في الغساله بتطلعيها تشطفيها بره، وبعدين ترجعي تحطها في النشافه تنشفيها، تفاصيل كتيره. بس النهارده بقى ايه قلت ايه، والله لا اتكل كده على الله وانوي يعني واغسل فيها وانا ونصيبي يعني. والحمد لله غسلت وخلصت والمية ايه ما قطعتش. هنا طبعا كنت مطلعه جايبه الحافظه بتاعتي اللي هي بتاعت الصاله اللي هي الخفيفه. قلت ايه بعد ما اخلص غسيل خالص، بما ان الغساله ما شاء الله اللهم بارك كبيره، الغسالة بتاعتي اللي هي فريش 12 كيلو، فبتاخد تشيل معايا يعني كمية كبيرة، والحافظة مش تقيلة، فقلت اديها اغير المية بتاعة الغسيل ديت، وبعد ما اخلص يعني وايه احط مسحوق جديد، وابدا ان انا احط الغسالة الحافظة بتاعتي عقبال منشر تكون الحافظة اذا غسلت واطلعها كده اشطفها على طول. بس بعد ما خلاص خلصت يا بنات غسيل وشطفت الهدوم ونشفتها. كمان في التنشيف الغسالة دي بصراحة اقسم بالله احلى من الغسالة الاوتوماتيك. الغسالة الاوتوماتيك بنشف فيها الهدوم بحس ان طالعة لسه فيها، يعني مش ناشفة، يعني اللي هو النشفان اللي هو لا ده بيبقى فيها بحس ان فيها مية، فاهمني؟ اما الغسالة النص بحط فيها نشف فيها الهدوم بتطلع، يعني انت ممكن تحطيها 5 دقايق كده تحت النار وهتلاقيها خلاص نشفت خالص. بس انا طبعا عشان الهدوم كتيرة فقلت مش هسحم بها الدنيا جوا، لا هطلع انشرها على البلكونه ونص ساعه وهروح ايه واروح لميها. خلاص خلصت الغسيل بتاعي كده ونشرت معاكم. وبعد كده رحت دخلت طبعا بعد ما نشرت دخلت طلعت الحافظه كانت خلاص اتغسلت، طلعتها شطفتها ونشفتها، وبرضو نشرتها. وطبعا نظفت مكان الغسالة ما كانت شغالة، فضيت الغسالة وشطفتها ورجعت كل حاجة زي ما كانت بالظبط وأحسن كمان. ندخل بقى هنا كده على الغدا في الوقت دوت، وأنا ما أغسل كان عندي لحمة راس. في لحمة الراس بتاخد سوا زي حوار الكوارح كده، بتاخد وقت طويل على النار، فكنت طلعتها غسلتها غسلة محترمة، وكنت بدأت إن أنا أسلقها. بصوا، بحط مية في حلة، بسيب المية لحد ما تغلي، بروح نازلة بكمية اللحمة اللي معايا، بتاخد مثلا تغلي كده حوالي 5 دقايق، واروح مطلعاها من المية شطفاها، واروح مغيرة المية تاني واسيب المية لحد ما تغلي، واروح ابدأ ان انا انزل باللحمة اللي معايا المرة التانية، عشان خاطر ما يبقاش فيه اي روايح مش حلوة، اكون واثقه متاكده ان اللحمه بتاعتي نظيفه. الريم عشان برضو بتطلع ريمه فاحنا بدل ما نقعد نشيل الريمه والكلام ده كله، لا احنا نطلع اللحمه نشطفها وننزلها في ميه جديده، وبعدين نبدا نضيف الحاجات اللي احنا بنضيفها، طماطمايه، بصلايه، حبهان، ورق لورا، عود جرفة، بصي الحاجات اللي انت بتحبيها تروحي ضيفاها كده الشوربه. كده كده هي الشوربه بتاعت لحمه الراس اصلا انا عن نفسي انا مش بستخدمها في حاجه يعني، بس برضو عشان اللحمه بتاعتي اكون ضامنه نظافتها. وطبعا انا غسلها يعني غسلها كتير مش قادره اوصف لكم يعني غسلتها كم مره، بس برضو بحب ان الحاجه اكون واثقه متاكده ان هي نظيفه 100%. تمام. بعد ما سلقت لحمة الراس وخليتها بصوا استوت خالص، لان لحمة الراس والكوارع والكرشة ما ينفعش خالص خالص ان هي تتاكل يكون فيها سنة ان هي شدة شوية، لا لازم تكون مستوية تكون دايبة معاكي عشان تعرفي تاكليها.
خلاص كانت اللحمه بتاعتي خلاص استوت. جبت هنا كده الصينيه بتاعتي عشان حطيت فيها بصلايه، شوحت البصلايه، حطيت مع البصلايه شويه، طبعا شويه من الزيت، شوحت البصل لحد ما دبلت معايا. وبعدين كنت مقطعه كام جرن فلفل اخضر، نزلت بيهم على البصل وشوحتهم شويه. وبعد كده قطعت كده حوالي 4 طماطميات، قطعتهم تقطيع ناعم ونزلت بيهم على البصل والفلفل. سبت كده وقلبت كده مع بعضيه لحد البصل والفلفل والطماطم كله نزل المية اللي فيه، واخد تسبيكة كده خفيفة. وبعدين طلعت اللحمة من الشوربة، قطعتها قطع صغيرة مش كبيرة جوي ومش صغيرة جوي، ونزلت بيها على الطماطم والبصل والفلفل اللي انا عاملاه وقلبته كله مع بعضيه. وبعد كده ضفت التوابل بتاعتها، ضفت ملح وفلفل وشوية من الكزبرة الناشفة وشوية من السبع بهارات، بس كده. وقلبتهم كلهم مع بعضهم، سبتهم كده على نار هادية على العين بتجز من فوق لمدة حوالي كده 5 دقايق عشان اللحمة تتشرب من الصوص اللي انا عاملاه او الخلطة اللي انا عاملاها. وبعد كده دخلتها تحت الشوايه، انا ما ولعتش على الفرن، انا سبتها على 5 دقايق بس على عين البوتاجاز من فوق. بعد كده بعد ما خدت وعطت مع بعضها شويه لحمه مع البصل مع الطماطم مع الفلفل والتوابل، ورحت خدتها كده، اخدت الصينيه ولعت الشوايه واديتها لون تحت الشوايه. ده كان ديت طاجن لحمه الراس. بجد اقسم بالله كان طعمها خطير 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 صح. بعد كده كمان في الوقت دوت برضو كنت عملت معاها رز ابيض. الرز الابيض عادي، بنجيب حله، بنغسل كميه الرز اللي احنا هنعملها، نحط شويه زيت في الحله، بنشوح كميه الرز كلها مره واحده، بنضيف الملح بتاعنا وبعدين بنضيف الشوربه. بما ان انا ما كانش عنده شوربه، رحت كنت غليت شويه ميه، وبعد ما غليت الميه رحت زودت بيهم الرز وحطيت الملح وحطيت مكعب مرقه وخلاص على كده. وده بالنسبه للرز اللي انا عملته مع صينيه لحمه الراس او طاجن لحمه الراس. بعد كده طبعا بعد ما اتغدينا وشربنا الشاي وروجنا كده شويه، فقلت ايه عايزين ناكل حاجه حلوه، ورحت دخلت عملت صينيه بسبوسه، صينيه كيكه رواني. انا عملتها معاكم من حوالي فيديوهين او 3 لورا، بس ما حبيتش ان انا اعملها تاني في الفيديو ده، قلت عشان ما يبقاش في تكرار، بس انا بوريكم انا عملت ايه في يومي. عملتها والنهارده بقى رحت ايه حطيتها بعد ما زيتها الشربات، حطيت جوز الهند كده على الوش كله، ما حطيتش يعني في اجزاء معينه، لا حطيت على الوش كله. وطلعت الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفين ده. صينيه الكيكه هشه وطعمها خطير والله العظيم، طعمها بجد اقسم بالله تحفه. وكمان انا قطعتها كده، طبعا هم اتاكل منها يعني، دي مش الصينيه كلها، دي اتاكل نص الصينيه. المهم قطعت باقي الصينيه ورحت حطيته في العلبه البلاستيك دي. وهنا كنت حطيت حتة قطعة في طبق عشان اوريكم ان الكيك بتاعي شوفوا مرتفع، وتحسها ان هي كيكة اسفنجية معاكي، هشة وجميلة وحلوة وطعمها خطير. بس ده كده الفيديو بتاعي بتاع النهاردة. يا رب الفيديو بتاعي ينال اعجابكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو او بحب ان انا افكركم ما تنسونيش من اللايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني، وكومنت حلو منكم تشجعوني بيه. اكتبوا لي اي حاجه انتوا عايزين